تسمعوا برجل اسمه فروخ؟ تسمعوا بفروج انتو؟ فروخ؟ طيب فروخ هي بالتركيب الحرفي قريبة من بعضها. فروخ رجل صالح من سلفنا الصالح. يوما من الأيام بينما هو مع زوجته متزوجها جديد وحامل بولد عم ينتظر بفارغ الصبر، زوجته حامل، مسرور جالس مع جلسة أنس، وإذا بالمنادي ينادي يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. مو الأمريكان اجوا على المدينة، هو كان من سكان المدينة المنورة، مو لأن الأمريكان وصلوا المدينة، يا خيل الله اركبي يريدون أن يغزوا أرض الصين، أرض السند والهند، نحن من الروح مو هم بده يجوا. وإذا بالرجل قالها ناداني منادي الله، يا زوجتي الولد أمانة وهذا مالي أمانة وأنا ملتحق بسرايا الجهاد والفتح. وخرج فروخ. تعرف متى عاد؟ تعرف متى رجع إلى بيته؟ بعد 27 سنة. كم؟ رجع فروخ، دخل المدينة متغير ملامحها، من غزوة إلى غزوة، من كتيبة لكتيبة، ومن فتح إلى فتح. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جري المجامع. الناس عم تروح سيران، خلينا نزهة نروح نجرب ونعود. 27 سنة دخل. ومن السنة حينما يعود الإنسان من سفر أن يبدأ فيصلي ركعتين في المسجد. دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، وإذا بالمسجد فيه حلقة علم، وفيه طالب علم متميز جهبذ يتكلم بفنون العلم، وحوله عمائم 400 عمامة مو عوام، يدرس العلماء. من الذين كانوا يجلسون على حلقته الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة، كان يجلس على حلقة هذا العالم. صلى ركعتين، نظر إلى الحلقة قال الحمد لله ما زالت معمورة بالعلم وحلقات العلم. توزع أدوار، ناس في الجهاد، ناس في العمل، ناس في العلم، ناس في التربية، ناس في الأمر، ناس في النهي. مو القضية قوم نقاتل ونترك القضية فوضى، تضيع البنات والأمهات والأجيال والمفاسد تنخر نخرا. مشروعنا مشروع إسلامي كامل. ذهب إلى بيته، طرق الباب، وهو يطرق الباب وإذا بهذا الذي كان يدرس العلماء جاء إليه ركض يقول له يا أيها المجرم أتقتحم حرمة بيتي؟ وفروخ يقول له يا أيها المجرم أتقتحم حرمة بيتي؟ فتصارعا، فسمعت زوجة فروخ النداء فعرفت صوت زوجها، قالت يا فروخ توقف إنه ولدك، ويا ولدي هذا أباك. هذا الجنين الصغير الذي كان في أحشائها ولد، فأنفقت عليه المال وصنعت منه إمام وقته ربيعة الرأي. سمعتم بإمامنا ربيعة الرأي؟ ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. أيها السادة انظروا إلى امرأة كهذه يخرج زوجها 27 سنة في الجهاد وهي 27 سنة في بناء الرجال، فخرجت لنا إماما جهبذا. نريد حينما نخرج للجهاد نترك نساء وراءنا كهذه تربي أطفالنا وتصنعهم وقودا وجيلا آت. فمعركة الحق والباطل مستمرة لا تنتهي، وصراع الكفر والإيمان مستمر لا ينتهي. هكذا ننطلق وهكذا ننجح، وبهذه المفاهيم الثلاث يمكن أن نبدأ.